حتم الحياه في خضم الآلام، في بركان الهموم، في ثورات الجروح، مع النفوس الصافية، مع من يملك الدهاء والمكر، ما بين الشقاء والاسترخاء، ما بين الأنين والحنين، تنثر الحياة همساتهم لتكون همسة من همسات الأديب خالد محرم. همسة الأذى. ليس الأذى واضح المعالم، وليس كل مؤذي مكتوب على جبينه إنه مؤذي. الكلمات السامة أذى، عدم التقدير أذى، الاستهانة بزعل أو مشاعر الآخرين أذى، التخلي أيضا أذى، الكذب أذى، استغلال الطيب أذى، الغدر بعد الأمان أذى. أشكال الأذى عديدة، وأثارها ليست بالضرورة أن تكون على ملامح من أمامنا فقط. تظهر الملامح الجميلة، ولكن النفوس تحمل وتضمر السهام والسموم الكثيرة، ومنها الأذى. همسة من همسات الأديب خالد محرم. همسة الأذى. ليس الأذى